إذا نواصل معكم باقي فقرات العالم هذا الصباح مع خبر محلي جميل عن قيام شركة البترول الوطنية الكويتية بتصدير أول شحنة من الغازولين بوقود السيارات أوكتان 95 منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق للمواصفات والمعايير البيئية العالمية. طبعا بلغ حجم الشحنة التي تم تصديرها من ميناء الأحمدي 35 ألف طن، وقد تم تحميلها على متن ناقلة نفط ستتوجه إلى الأسواق الأوروبية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهواء مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نجيب القحطاني. نجيب صبحك الله بالخير، ويا ريت تطلع لنا أكثر على تفاصيل هذه الشحنة. شكرا زميلي نجيب، اصبح عليك الخير والزميله مها واسره هذا البرنامج. مثل ما تفضلت في هذه المقدمه الجميله، فعلا شركه البترول الوطنيه تصدر اول شحنه وقود للسيارات اوكتان 95، وهذه الخطوه تحقق للشركه قيمه مضاعفه على سعر الطن. لكن راح نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع. معنا المهندس ربيع علي العجمي، مهندس اول تخطيط العمليات في مصفات ميناء الاحمدي بشركه البترول الوطنيه، مهندس ايادي كويتي، يعطيكم العافيه وعساكم على القوه حتى نوضح هذا المعلومه حق المشاهد الكريم. الحديث حول أول تصدير شحنة وقود للأسواق الأوروبية. نعم، الحمد لله أعلنت شركة البترول الوطنية عن تصدير أول شحنة من وقود السيارات البي 95 أوكتان إلى الدول الأوروبية عن طريق مصفاة الأحمدي، وذلك عن طريق الناقلة باسيفيك سارة من شهر يوليو الحالي. حتى نتحدث أكثر، متى أصبحت الشركة قادرة على تصدير وقود السيارات؟ يعني ما شاء الله تدري الوقود يعني يتجه إلى الدول الأوروبية. نعم، أصبحت الشركة البترول الوطنية قادرة على تصدير وقود السيارات البي بعد اكتمال وانتهاء من مشروع بنجاح الوقود البي. ووقود السيارات يعتبر أحد منتجات والثمار هذا المشروع الناجح. كم تبلغ حجم الشحنة الأخيرة من وقود السيارات أوكتان 95؟ بلغت حجم الشحنة وقود السيارات أوكتان 95 المطابق للمواصفات الأوروبية تقريبا حوالي 35 ألف طن متري، وتم تحميلها عن طريق باسيفيك سارة في شهر يوليو الحالي. حتى نتحدث أكثر، هل تتناسب بالشحنات المصدرة المعايير الدولية؟ نعم، فيعتبر وقود السيارات هو أحد منتجات مشروع الوقود البيئي المطابق للمواصفات العالمية البيئية، بحيث يكون مستوى كبريتي منخفض وغير مشبع بالمؤكسجات ومنخفض المواد العطرية. حتى نتكلم أكثر، ما هي الفوائد تصدير وقود السيارات مقارنة بتصدير النفاثة؟ نعم، فوقود السيارات والنفثة كلاهما من منتجات شركة البترول الوطنية، ويعتبر النفثة أحد المنتجات الوسيطة الداخلة في إنشاء وقود السيارات، وكذلك يعتبر النفثة أحد أهم عناصر في صناعة البتروكيماويات، وكلاهما ويوجد مقياس سعري ما بين النفثة ووقود السيارات، بحيث أنه يتم تسعير وقود السيارات بالنسبة إلى النفثة. وأود أن ننوه بأن التسعير ما بين وقود السيارات والنفثة يعتمد على الأسواق العالمية، ويعتمد كذلك على الوضع والأزمات السياسية العالمية، ويعتمد أيضا على وضع السوق من حيث الطلب والعرض. فالوضع الحالي يعتبر فارق السعر ما بين وقود السيارات بالنسبة إلى النفثة مرتفع جدا، فمن الأفضل تصدير أكبر قدر من كمية وقود السيارات. بما احنا في هذا الموضوع اللي هو يعني تصدر اول شحنه وقود للسيارات اوكتان 95، هذه بايادي كويتيه بشباب كويتي الله يعطيكم العافيه. يعني الان طلعت هذه الشحنه وفي عندكم ما شاء الله شحنات راح تطلع ان شاء الله في المستقبل، نود نتكلم عن الخطه المستقبليه لكم ان شاء الله بتصدير هذه الشحنات. نعم، أحد ثمار مشروع الوقود البيئي هو وقود السيارات، بحيث أن شركة البترول الوطنية قدرت على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض منه بمساعدة مؤسسة البترول الوطنية الكويتية، فأصبح المقدور الفائض يعادل شحنة إلى شحنتين شهريا، وكل شحنة تتكون من 35 إلى 38 ألف طن متري، وبدأت أول شحنة في عام الماضي من شهر أغسطس.
نقول الله يعطيكم العافيه. المهندس ربيع علي العجمي، مهندس اول تخطيط العمليات في مصفات ميناء الحمدي بشركه نفط الكويت، مشاهدي شركه البترول الوطنيه، مشاهدي كنا معك في هذا النقل الحيه المباشر من شركه البترول الوطنيه، وشاهدنا معكم تصدر اول شحنه وقود للسيارات اوكتان 95. نجيب ومها كل هذا ما لدينا في شركه البترول الوطنيه. راح نرجع للاستوديو لتكمله فقرات وبرنامج العالم هذا الصباح. لكم الهواء. زميل نجيب القحطاني، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لضيفك الكريم.